أساس عملي كطبيب في الريف بينبع من إحساسي بأن إحنا كأبناء لهذا الشعب متربيين في رحمه وطالعين من صلبه، لا يجب أن نمثل دور الابن العاق المتحمل مشاق في سبيل عمل، ولا يجب أن نلبس مسوح التألف ونبان إحنا مفادين من شعب إلى شعب آخر في مهمة صعبة. الدكتور خليل فاضل اسم له شهرته كمثقف ومفكر واستشاري في الطب النفسي، وهو صاحب مدرسة تستخدم المسرح أو ما يسمى بالسايكودراما في علاج الأمراض النفسية. ألف العديد من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية، ومن أهم كتبه وجع المصريين وسيكولوجية الإرهاب السياسي. شهد حي شبرا بالقاهرة مولده، وفي عام 1972 تخرج من كلية الطب جامعة عين شمس. بدأ حياته كطبيب في محافظة الفيوم، وتخصص في مجال الطب النفسي، ومنذ اللحظة الأولى في مسيرة حياته العملية بدت ملامح النبوغ والتفوق في مهنته. هاجر إلى لندن وعمل بها كطبيب للأطفال والمراهقين النفسيين لمدة 20 عاما. أهله تفوقه العلمي إلى تولي رئاسة نائب أول مستشفيات جنوب لندن في مجال طب نفس المجتمع والإدمان والمسنين. زار الدكتور خليل فاضل الكثير من دول العالم كمحاضر في الطب النفسي، يلقي الكثير من المحاضرات في أشهر الجامعات. لم تتوقف نشاطاته العلمية والثقافية عند هذا الحد، فيعتبر الدكتور خليل مؤسس خدمة الهاتف النفسي في مصر، وصاحب مؤسسة خليل الثقافية، وله صالون فكري كل 15 يوما يتناول فيه أهم قضايا الوطن والمواطن، ويستضيف أئمة العلم والفكر والأدب. الرئيس الامريكي ايا كان جورج بوش ولا كلينتون ولا اللي جاي بعدهم معروف تصرفاته وسلوكياته، ونقدر او يقدر عالم نفس زي حضرتك كده تدرسه وتقول احكام او تقول تحليلات نفسيه، بلاش احكام عليه. بينما احنا حكامنا العرب او الحكم العربي زي ما حضرتك استخدمت هذا التعبير، معظم تصرفاتهم الشخصيه مش موجوده على الساحه، مش واضحه الا في الخطب، المؤتمرات، الافتتاحات، ما هو مطلوب أن يقدم لنا يعني. لكن هل تقدر تبني تحليل لنفسية الحكم في الوطن العربي بناء على ده؟ هو الحكم في الوطن العربي بيعتمد على أنه هو بيعامل الشعوب العربية على أنها شعوب قاصرة لم تتعدى سن 14 سنة، وفي ده هو بيعاملهم برضو كأب قاصر أو كأب غائب نفسيا وجسديا، ملوش دعوة بيهم، بيلهيهم في لعبة أو في كورة أو في فستان أو في حدوتة أو في فستان ده إما اللي فيديو كليب يعني أو في معارضة زائفة. يعني بيستوعبهم وبيلعبهم وبيوديهم الجنينة وبيضحك على عقلهم وبيديهم عسلية فعلا. بيتعامل بالشكل اللي احنا بنقول عليه السلطة الأبوية، ولا دي حاجة تانية غير السلطة الأبوية؟ لا، ده غير السلطة الأبوية. السلطة الأبوية يا ريت السلطة الأبوية فيها يعني رعاية شوية، هي فيها قمع. بس للأسف الظروف أقوى من أي حلول. الاكتئاب هو اضطراب في المزاج مختلف عن الحزن، ولكن من سمات الحزن دي صفة إنسانية لازم الإنسان يحسن بها. الاكتئاب هو ما يعطل الإنسان
عن حياته والاستمتاع بها. عدم القدرة على الاستمتاع، عدم القدرة على العمل، عدم القدرة على الحياة، كره الذات وكره الآخرين وكره البيئة المحيطة. اكتئاب المصري غير اكتئاب الإنجليزي غير اكتئاب الصيني، لأنه معشق مع حياته اليومية، ولأن المصري بطبيعته ابن نكتة وساخر، حتى ممكن يضحك على نفسه ويتريق على نفسه من باب الترويق ومن باب الفكاهة. لكن المصري اكتئابه معشق في حياته اليومية، وأنا بستثني الفئة المختارة أو المرتاحة اللي اكتئابها فيه رفاهية، لأنه بقى زي أوروبا. المصري اكتئابه حياتي أكتر، مرتبط بلقمة عيشه، مرتبط بسكنه، مرتبط بضغوطات، غالبا مرتبط بالفلوس. مش شرط ان هي يبقى فيها عوز، لكن فيها نصب، فيها طمع، فيها حد ضحك عليه. تمتص غضب المواطن وتوجه برضو نفس الكلام للمواطن نفسه في التعامل مع ضابط الشرطه. لضابط الشرطه المواطن، والمواطن اللي هو مش ضابط شرطه المدني، والضابط الجيش، وكل الناس. هم 3 كلمات بيبداوا بحرف السي بالانجليزي: كامنس، هدوء. هدوء النفس والجسم، انك انت مش تبقى هادي تبقى متخاذل او مأنتخ، لا تبقى هادي. يعني حتى لو انت زعلان من حاجه حاول تبقى هادي وانت في الشارع وانت سايق وانت ماشي. التانية كونفيدنس، الثقة. الإنسان اللي عنده ثقة بنفسه، الضابط اللي عنده ثقة بنفسه ما يضربش، ما يزعقش. العنيف ضعيف. والمواطن برضه نفس الشيء. ليه تستفز الضابط؟ أو لو هو طلب رخصك أنت ما عليكش حاجة، خد الرخصة. أنا عندي مريض الحقيقة بينزعج جدا لما الضباط بيسألوه على البطاقة، يعني بيحسها إهانة يعني. وحصل ان هو انزعج جدا قبل الاحداث دي، وساب عربيته ومشي وخد تاكس. فاول امبارح بيقول لي انا مش هوري له البطاقه ولا الرخصه. قلت له لا، هو لو طلبها هوريها له. قال لي لا. فالحاجه الثالثه كارج، الشجاعه. مش شجاعه ميدان قتال، لكن الشجاعه النفسيه، انك تبص في عينين اللي بيكلمك وترسم ابتسامه بسيطه كده، مش ابتسامه سخريه، ابتسامه تقبل. لان احنا بني ادمين بشر. انا مره سواق تاكسي خبط عربيتي من وراه، فانا نزلت قلت له ليه كده؟ قال لي صباح الفل. قلت له صباح النور، معلش يلا عدى. يعني هي المساله مش تساهل ولا انك تسيب حقك، هي مساله انك انت تستوعب الامر، زي ما بنعمل في السايكودراما وزي ما بنعمل في العلاج الاسري. وعلى فكره الاسره المصريه هي نواه كل ده. لما بتشوف الاب بيهين الام والام بتشتم الاب والأولاد بيشيئوا، بيطلعوا مواطنين غير صالحين. الولاد اللي في ميدان التحرير عملوا اليوتوبيا واللي بدأوا بالفيسبوك عندهم مدينتهم الفاضلة الأخرى الافتراضية على الفيسبوك. وأنا على فكرة عندي أكاونت على الفيسبوك وبخش معاهم بحاورهم بيضحكوا. عندهم مبادئ، عندهم تسامح. الجمعية اللي عاملها مينا ناجي وأصحابه اللي هي عيش وملح، هي تآخي بين المسلمين والمسيحيين. ما قلناش الوحدة الوطنية. احنا عرفنا الوحدة الوطنية يعني ايه. مش معناها ان البابا يبوس شيخ الازهر وشيخ الازهر يبوسه، لا، هي معناها ان احنا نبقى مع بعض مصريين. فمن هنا السلامة النفسية، اذا حسيت باي توتر او انزعاج او اكتئاب او ضيق، عليك ان تبحث عن مرشد نفسي او معالج نفسي بالحوار. واذا انت اضطريت تاخد دواء، اوكي. في نقطة اخيرة